المهازل متواصلة في 2023. خويا أنا روحت على البر، على البورت تاع القلوات. نعيش في اسكندنافيا. الطريق شد معايا حوالي 4 أيام لإيطاليا، ومن إيطاليا روحت لتونس. المرأة والصغار ما يتحملوش 4 أيام طريق وطويلة، لازمك تمشي الدنمارك، ألمانيا طويلة، النمسا، وتمشي لإيطاليا. برشا عليهم ما يتحملوش صغار. روحوا في الطيارة، شركة ألمانية. قبل هذا الكل فوتكم شوية بالحديث. المرأة قالت لي باش نقص التذكرة متاعنا في متاع هي والصغار، معناتها نقصد في شركة تونسية ولا تونسية. قلت لها انسي الكلام هذا. لا، قالت لي علاش؟ حقك يا مدام، مش مضمون. تنقصك حاجة من الفليجة، البوسات نتاعك مكسرة، التوانسة يطفيوك، ما يعوضولك حتى شيء. حصيلوا روحوا في طيارة، عملوا سكال في ألمانيا، ومن ألمانيا وتونس. كي وصلوا المطار بعو الدولي سراق الفليجات، آباء وأمهات الفليجات، عاد سلمت على الصغار والمرأة لاباس لاباس. قالت لي الفليجة الكبيرة ما وصلتش. أها. قالت لي راهم خذاو البيانات نتاعي، قالوا لي يا مدام توك توصل الفليجة نتاعك تو نكلموك. باهي، روحنا، طلعنا في الكريبة وروحنا للدار. كي روحنا خويا بعد بنهارين، من بعد بنهارين كلموها قالوا لها مدام فليجتك وصلت. باهي برشا. مشيت للمطار العبد لله. ملي شفتها الفريجة متاعي عرفتها. فليجتي أنا عرفتها، هبطتها. أنا الفليجة نكركر فيها شوية هكا، الفليجة تضلع. الفليجة كسر، ما حبتش تمشي. عملت خسرت فيها هكا مع تثبيتها نشوف الكود. وين الكود؟ عطاتني ديجا هي الرقم السري. جيت نشوف فيه نلقاها مكسرة، السلاسل على برا مكسرين ومحلولة مضروبة. الكود مش 4 صفار، لا لا. هذا خزر لي قال لي يا سيد ممنوع راهو تحل هنا الفليجة واحد. قلت له فليجتي مكسرة ومسروقة، باش نشوف. قال لي يا خويا كهو راح ثبت البرا وشوف البرا قانون راه ممنوع علينا احنا كاميرا لهنا. قلت له كاميرا لهنا؟ كاميرا تراقب فيا انا برك على فليجتي، ما تترقبش اللي يسرق واللي يعمل هكا واللي يبعو. هزيت الفليجة وخرجت. كلمتها قلت لها روح هكا وهكا. قالت لي مش مشكل جيب الفليجة ويجا. روحت للدار، برشا حاجات منحيين من الفليجة، برشا حاجات منهم. شوف طمع في حوايج متاع بيبي عمره شهري، حوايج صغار متاع بيبي يطمع فيهم يهزوا فيه. على كل حال راسلنا الشركة الألمانية باللي فوتو مريقلين كل شيء، عوضولنا حقنا كامل 100%. الحاجات اللي نقصت من الفليجة والفليجة المكسرة والبوسات المكسرة عوضولنا 100%. الكونت متاعنا عطينا لهم الكونت، حطوا لنا فليساتنا. لكن يقول القائل شكون باش يخلص هذيك؟ الالمان هو باش يعطوك الفلوس متاع مواطن تونسي يتسرق من شنو؟ الفلوس هذيك يجيبوها من عينيكم. فهمت؟ مهازل. يقول القائل انا خذيت فلوسي، معناتها مكلمني ولا محدثني ولا الضربة اللي في غيري كان في حيط. لا يا حبيبي،
تونس لازم ترجع الثقة، ولازم يرجع الضمير المهني. فهمت؟ مش تحط له كاميرا، والله تحط له استغفر الله يا ربي كاميرا في مخه زايد، ما عندوش ضمير. كيفاش باش نشجعوا على الاستثمار، وكيفاش باش نحبوا بلادنا، وكيفاش 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 بالسرقة هذيك، قلت المعروف، بالضمير المهني الغايب جملة، بالوعي هذاك. دخل المطار بوليس متشنقش، بوخ داخل المطار، هيبة الدولة. لا يغير الله بقوم إلا ما يغير بأنفسهم. تحياتي.